إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضية. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. في ليلة أوروبية من العيار الثقيل، كان ليفربول في مهمة صعبة جدا في جنوب فرنسا، تحديدا في ملعب الفيلودروم اللي يعتبر قلعة حقيقية. السؤال هو: كيف قدر الريدز يقلب هذا التحدي لانتصار كبير؟ خلونا نشوف القصة الكاملة للمباراة. بداية المباراة كانت، خلونا نقول، جس نبض، حذر كبير من الفريقين، كأنها مباراة شطرنج. نص الشوط الأول مر والنتيجة لسه 0-0. الكل كان قاعد ينتظر الشرارة اللي راح تولع الأجواء. طيب، قصة المباراة راح نرويها على 4 فصول: البداية الحذرة والهدف اللي انلغى، بعدين كيف سوبوسلاي كسر التعادل، بعدين الفرص الخطيرة اللي تبادلها الفريقين، وفي الأخير كيف حسم الريدز المباراة لصالحهم. يلا نبدأ بالفصل الأول. من أول هجمة خطيرة لليفربول، اللحظة اللي الكل قال خلص الهدف الأول جاي. شوفوا كيف بدت الهجمة. صلاح انطلق، تمريرة ولا أروع من سوبوسلاي، وإيكيتيكي الفرنسي هو اللي حط الكرة في المرمى. احتفالات كبيرة من ليفربول. تخيلوا، لاعب فرنسي كان على وشك يسقط ملعب الفيلودروم كله. لكن لحظة، الفرحة ما كملت. المعلق مباشرة شكك في الهدف وقال ممكن يكون تسلل. الاحتفالات وقفت والكل عينه على الحكم اللي راح يشوف الفار. لحظات ترقب صعبة، وفعلا القرار طلع من غرفة الفار: تسلل واضح، الهدف ملغي، كل شيء يرجع لنقطة الصفر. طبعا كانت صدمة كبيرة لليفربول، لكن السؤال الأهم: هل هذه اللحظة راح تكسرهم ولا تقويهم؟ وهنا ندخل على الفصل الثاني، اللحظة اللي غيرت كل شيء في المباراة لصالح الفريق الإنجليزي. المعلق وصف الهدف بطريقة عبقرية، قال: عاصفة حمراء تضرب بالذكاء. وهذا الوصف دقيق جدا. الهدف ما كانش مجرد قوة أو صدفة، لا، كان نتاج ذكاء كروي خالص. هنا نشوف كيف سوبوسلاي كان سابق الكل بخطوة. بدل ما يندفع بشكل عشوائي، هو قرأ اللعبة صح، تحرك في المساحة الفاضية في اللحظة المناسبة، وسدد تسديدة بالعقل قبل القدم. ما كانت مجرد شوطة قوية، كانت قرار ذكي. وبهذا الهدف الرائع، سوبوسلاي يحط ليفربول في المقدمة. النتيجة صارت 1-0، والضغط كله تحول على فريق مارسيليا وجماهيره. طيب، بعد الهدف الأول المباراة ولعت، اللعب صار مفتوح على الآخر، هجمة هون وهجمة هناك. مارسيليا طبعا ما راح يستسلم وبدأ يضغط بكل قوته عشان يرجع في المباراة. وهنا اللاعب صار رايح جاي. شوفوا، في دقيقة واحدة إيكيتيكي كان ممكن يخلص المباراة لليفربول تماما، لكن كورته ضربت في القائم، وبعدها بثواني بس مرتدة سريعة جدا لمارسيليا، وتراوري يلاقي نفسه قدام فرصة، يعني فرصة ما تتعوض أبدا للتعادل. صرخة المعلق هنا قالت كل شيء: يا الله على الفرصة اللي ضاعت. هجمة مرتدة مثالية، الملعب كله كان مستني الهدف. ضياع هذه الفرصة بالذات كان يمكن هو نقطة التحول اللي خلت ليفربول محافظ على تقدمه. والحين نوصل للفصل الأخير: كيف قدر ليفربول يمتص ضغط مارسيليا، والأهم كيف حسم المباراة بشكل نهائي. هدف سوبوسلاي كان البداية، لكن هدفين تانيين هم اللي قضوا على المباراة. الهدف الأول كان عشان يطمن الجميع، والثاني كان بمثابة رصاصة الرحمة اللي أنهت أي أمل لمارسيليا بالعودة. هذا هو الهدف اللي حسم كل شيء. شوفوا الانطلاقة الممتازة من فرامبونج على اليمين، والكرة اللي تحولت لهدف ثاني. خلاص، في هذه اللحظة الكل عرف إن المباراة انتهت لليفربول. وإذا الهدف الثاني كان الحسم، فالهدف الثالث كان بمثابة توقيع على شهادة الفوز. مثل ما قال المعلق: رصاصة الرحمة جاءت من الهولندي الثاني في الفريق، كودي خاكبو، والنتيجة أصبحت 3-0. 3 أهداف في ملعب صعب زي الفيلودروم، هذه نتيجة كبيرة جدا. فعلا تضع ليفربول على الطريق الصحيح في دوري الأبطال. الفوز ما كان سهلا أبدا، لكنه كان مقنعا ومستحقا في النهاية. طيب، إيش نستنتج من هذه المباراة؟ الموضوع أكبر من مجرد 3 نقاط. إحنا شفنا فريق عنده شخصية قوية،
قدر يتجاوز إلغاء الهدف، واعتمد على لمسة ذكاء فردية، وصمد لمن ضغط عليه، وفي النهاية كان حاسم قدام المرمى. وهذا يخلينا نفكر في المستقبل. لما نشوف فريق يقدم أداء زي هذا خارج ملعبه وضد فريق صعب، إيش ممكن نتوقع منه في البطولة؟ يعني إلى وين ممكن يوصل ليفربول هذه السنة؟ سؤال مهم جدا. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.